طيب ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وكل حاجة كويسة والدنيا تمام. ده بارت 3 من فاينل ريفيجن لاست نايت بتاعت الماس. ده كنت بتكلم فيه عن الماكسيموم والمينيموم. ايه الماكسيموم والمينيموم؟ هي ليفل اعلى شوية من البارشال ديريفاتيف. انت بتعمل حاجة زيادة بس مش صعبة خالص. الأمثلة محدودة، مش صعبة، مش هيجي فيها أفكار كتير، يعني الأفكار لسه جاية في الانتجريشن. تمام. فده بارت كويس لذيذ، إن شاء الله ينزل لكم بدري يعني والدنيا هتبقى كلها زي الفل. يلا نبدأ. طيب يلا نبدأ. أول حاجة أعملها أجيب الزد إكس. ماشي، لما أجيب الزد إكس هنزل التلاتة أضربها في الاتنين هتبقى 6x سكوير ونقصت واحد من الباور. ماشي. طيب عشان بعمل ديريفاتيف بالنسبة لإكس ودي إكس. طيب البلس 2y بار 3 دي بالنسبة لي كونستانت عشان أنا مش بعمل ديريفاتيف للواي، فهقول بتساوي بلس قصدي 0 ماينس 6xy. لما أجي أعملها ديريفاتيف بالنسبة لإكس هاخد ال 6y عشان أنا لما بعمل ديريفاتيف لإكس باخد الرقم اللي جنبها. طيب تعالى نجيب ال zy. خلينا في القريب كده، اسحب لي كل دي هتالي هنا. ماشي، هقول زد واي ايكوال ال 2x بار 3 الديريفاتيف بتاعها 0 عشان انا بعمل ديريفاتيف للواي هتبقى 0 بلس 2y بار 3 لما اجي اعملها ديريفاتيف بالنسبة للواي هتبقى 6y بار 2 ماينس ال 6xy لما اجي اعملها ديريفاتيف بالنسبة للواي هتبقى 6x. تمام. تمام، دي هنا كده وهاتلي دي هنا كده. ماشي. طب عشان انا هحتاجهم تعالوا نجيب كمان الزد اكس والزد واي، الزد اكس اكس والزد واي واي، ولا نستنى شوية. ماشي، هعمل ايه دلوقتي؟ هساوي الاتنين دول بزيرو. هساوي الزد واي بزيرو والزد اكس بزيرو. تمام. لما اجي اساويهم بزيرو تعالي هنا كده قول لي ان 6y سكوير ناقص 6x equal 0. طيب هقسمها كلها على 6، كلها divisible by 6. تمام، اقول له y سكوير minus x equal 0. طيب بروز لي دي هنا كده. ماشي، تعالى لي للزد اكس. تعالى نجيب تعالى نقسمها قصدي كلها على 6 برضو، نكتبها هنا 6x سكوير minus 6y equal 0 عشان أبسطها أقسمها كلها على 6. لما أقسمها كلها على 6 هيبقى معايا هنا x سكوير minus y equal 0. طب ما تجيب لي الواي في حتة لوحدها. طيب أقول x سكوير equal y وبروز لي دي برضو. ماشي كده معايا معادلتين في مجهولين فهتتحل عادي. طيب ناخد الواي من هنا، مش احنا قلنا ان الواي بتساوي اكس سكوير؟ تعالى لي هنا كده وعوض لي عن الواي باكس سكوير. طيب نعمل كده ازاي؟ اقول لك سيب مكان الواي فاضي براكت كده وعليه بار 2 عادي. لا مش واي بقى، براكت ادي النيلة، براكت سكوير ماينس اكس ايكوال 0. طيب البراكت ده ليه؟ انا هشيل الواي وهحط مكانها قيمتها الناحية التانية، قيمتها الناحية التانية اللي هي اكس سكوير. ماشي، تعالى لي هنا وحط اكس سكوير يبقى معايا x باور 2 باور 2 minus x equal 0. طيب باور الباور ملتبلاي، يعني لو عندي حاجة باور حاجة باور حاجة الباورات بتتضرب في بعض. طيب يبقى معايا 2 في 2 4 يبقى x باور 4 minus x equal 0. تمام. بعدين عشان أبسط الشكل ده هاخد ال x common factor x وافتح براكت وأقسمها كلها على x باور 4 على x هيبقى x باور 3 minus x على x يبقى 1 equal 0. طيب علمونا زمان إن لو عندك حاجتين مضروبين في بعض
حاصل ضربهم بيساوي 0 يبقى حاجة منهم ب0، يا إما الأولى يا إما التانية أو الاتنين. طيب تعالى نفرض الفرضين. هنقول إيه؟ هنقول let إن الإكس مش let بقى، الإكس مثلا بتساوي 0 وال x باور 3 minus 1 equal 0. ماشي؟ ماشي. لو الإكس بتساوي 0 تعالى بقى نعوض في المعادلة التانية اللي هي اللي هناك دي. لو عوضت عن الإكس ب0، 0 باور 2 equal y، يبقى 0 باور 2 equal 0 برضه. فهنا النقطة دي هتطلع معايا 0، الإكس ب0 بتاعتها والواي ب0. طيب تعالى لي لهنا، جيب الإكس، نحل يعني المعادلة دي. أقول لك إن الإكس باور 3 بتساوي 1، هتحط ال1 تحت كيوبيك روت، هيطلع معاك إن الإكس بتساوي 1. طيب لو الإكس بتساوي معاك 1، تعالى لي على المعادلة اللي هناك وعوض فيها. لو الإكس ب1، 1 باور 2 ب1 برضه، يبقى الواي معاك بتساوي 1. يبقى النقطة التانية 1 1. ماشي، أنت دلوقتي معاك نقطتين. طيب هتعمل إيه بالنقطتين؟ هقولك، عندك قانون بتاع الدي، أهو الدي equal زد اكس اكس مضروب في زد واي واي ماينس زد اكس واي all سكوير. ماشي؟ ماشي. وبعدين أنا عطلان دلوقتي على كام حاجة كده. أنا عطلان على ال زد اكس اكس وال زد واي واي وال زد اكس واي. طب سهل نجيبهم يا عم، احنا عارفين بنجيبهم ازاي. تعالى لي هنا على ال زد واي دي ونعمل لها ديريفاتيف فوق هنا بالنسبة لواي. ماشي. 6y سكوير لما اجي اعمل ديريفاتيف بالنسبة لواي، تعالى نكتب بس هنا زد واي واي. 6y سكوير لما اجي اعمل ديريفاتيف بالنسبة لواي هتبقى 12y، والنيجاتيف 6x لما اجي اعمل ديريفاتيف بالنسبة لواي هتبقى 0. ماشي. تعالى لي زد اكس اكس، اكتب زد اكس اكس ال 6x سكوير لما اجي اعمل ديريفاتيف بالنسبة لاكس هتبقى 12x، والنيجاتيف 6y لما اجي اعمل ديريفاتيف بالنسبة لاكس هتبقى 0. مش كده؟ طيب تعالى طيب نجيب ال zxy من هنا. zxy هعمل دي ديريفاتيف بالنسبة لواي. ماشي. 6x سكوير لما اجي اعملها ديريفاتيف بالنسبة لواي هتبقى 0 ماينس 6y لما اجي اعملها ديريفاتيف بالنسبة لواي هتبقى نيجاتيف 6. ماشي. ماشي. تعالى بقى هات لي الحاجات اللي انا لسه كاتبها الحلوة دي عشان هنعوض فيها في القانون تحت هنا. ماشي. هتعوض، احنا قلنا ان دي، استنى اكتبهم برضو، قلنا ان دي ب12x ودي ب12y ودي بنيجاتيف 6. طيب لما تعوض لي في القانون اصلا من قبل ما تعوض بالنقط هنكتب ايه؟ هتقول لي ان الدي بتساوي 12x في 12y هتبقى 144xy ماشي، ناقص نيجاتيف 6 سكوير سالب 6 أس 2 هتبقى 36. ماشي. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ عشان تحل البتاعة دي انت هتعوض بالنقطتين اللي كانوا معاك اللي هما الزيرو زيرو والوان والوان. ماشي. طيب اكتب هنا 4 0 0، لما تعوض هيبقى معاك 144 مضروبة في 0 مضروبة في 0 ماشي، ناقص 36 هتطلع معاك نيجاتيف فاليو. ليه نيجاتيف فاليو؟ 144 في صفر بصفر أصلا، ناقص 36 يبقى تطلع معاك بسالب 36. طيب لما تعوض عن النقطة 4 1 1، 144 في واحد هتبقى 144 ناقص 36 هتطلع معاك قيمة موجبة. ماشي. مش هاممني كام بالظبط بس هاممني الإشارة بتاعتها positive value. طيب أصلا بقى حتة كده لما أقولك هنا إن الدي طلع معايا بزيرو أو طلع معايا برقم أصغر من صفر، يبقى دي كده صاد البوينت.
ماشي. طيب ولما اقول لك ان الدي اكبر من 0 يبقى هنا تشك بقى، تقول لي دي يا اما ماكسيمم يا اما مينيمم. ماشي، يا اما ماكس اور مينيمم. طيب اعرف منين؟ من اشاره الزد اكس اكس. ماشي، اشاره الزد اكس اكس هي اللي بتحدد. طيب زد اكس اكس احنا كنا جبناها فوق هنا خالص ب 12 اكس. طيب انت دلوقتي بتعوض عن انهي نقطه؟ عن الواحد والواحد، عشان دي اللي طلعت معاك بوزيتيف فاليو. طيب لما معاك 12 هنا اكس، سيب الاكس وحط براكت، ولما تيجي تعوض بالنقطة الاكس هنا بواحد فهتعوض هنا بواحد، فدي هتطلع معاك 12، يبقى دي قيمة موجبة. طيب تعالى لي هنا كده بقى، لو الزد اكس اكس طلعت معاك بوزيتيف يبقى دي مينيمم بوينت. طيب لو الزد اكس اكس طلعت معاك نيجاتيف تبقى ماكسيمم بوينت. ماشي، يبقى انا طلع معايا هنا نقطتين، الزيرو والزيرو دي طلعت صاد البوينت. احنا فين؟ انا توت ربنا. الزيرو والزيرو طلعت صاد البوينت عشان هي اصلا الدي بتاعتها طلعت نيجاتيف، انما الواحد والواحد الدي بتاعتها طلعت بوزيتيف. فلما طلعت بوزيتيف انا بصيت على الزد اكس اكس لقيتها رقم بوزيتيف برضو، فقلت هنا ان دي مينيمم بوينت. ماشي، اتمنى تكون واضحه. طيب يلا بينا نبدا السؤال اللي بعده. يقول لك الزد ايكوال اكس بار 3 بلس 3 واي سكوير ماينس 3 اكس واي. طيب قلنا بنعمل ايه؟ اول حاجه بنعملها بنجيب الزد اكس. طيب هقول لك زد اكس ايكوال، لما اجي اعمل للاكس بار 3 ديريفاتيف بالنسبه لاكس تبقى 3 اكس سكوير بلس الواي سكوير اصلا عشان هي واي وانا بعمل ديريفاتيف بالنسبه لاكس فبالنسبه لي ثابت فمش هعمل لها ديريفاتيف هتبقى زيرو. طيب نيجاتيف 3 اكس واي لما اجي اعمل لها ديريفاتيف بالنسبه لاكس هاخد الرقم اللي جنبها اللي هو نيجاتيف 3 واي. احنا شبعنا من الحته دي بصراحه. ماشي. طيب بروز لي الكلام ده كده، تعالى هات لي الزد واي. قول لي هنا زد واي بتساوي، اقول لك على حاجه حلوه كده هنا كده. ماشي. طيب الزد واي الاكس باور 3 لما اجي اعملها ديريفاتيف بالنسبه لواي هتبقى 0 بلس 3 واي سكوير لما اجي اعملها ديريفاتيف بالنسبه لواي هتبقى 6 واي. النيجاتيف 3 اكس واي لما اجي اعملها ديريفاتيف بالنسبه لواي هتبقى نيجاتيف 3 اكس. ماشي. ماشي، بروز لي دي برضو. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنساويهم الاتنين بزيرو. طب اقول لك على حاجه، بما اننا معانا مكان هنا يعني تعال نجيب الزد اكس اكس والزد واي واي عشان هنحتاجهم في الاخر. طيب قول لي هنا زد اكس اكس ايكوال، لما اجي اعمل دي ديريفاتيف بالنسبه لاكس هتبقى 6 اكس. ماشي، والنيجاتيف 3 واي لما اجي اعملها ديريفاتيف بالنسبه لاكس هتبقى 0. طيب ال زد واي واي ايكوال، لما اجي اعمل دي ديريفاتيف بالنسبه لواي هتبقى 6 بس رقم 6. تمام. دي انا برضو عشان هنحتاج. تعالى بقى سوي لي الزد اكس بزيرو والزد واي بزيرو عشان نجيب النقط الكريتيكال. طيب دي لما تساويها بزيرو تعالى نشتغل هنا. قول لي 3x سكوير minus 3y equal 0. بقى الكلام هنا لما اساوي دي بزيرو هقسمها كلها على التلاتة. لما اقسمها كلها على التلاتة يبقى معايا هنا x سكوير minus y equal 0. تمام، بروز لي دي برضو. وتعالى لي على المعادلة التانية نجيب حاجة تساعدنا. ماشي، المعادلة التانية اللي هي دي. ماشي، نشتغل هنا 6y minus 3x equal 0. طيب هعمل ايه هنا؟ اقدر اقسمها كلها على التلاتة. ماشي، لما اقسمها كلها على التلاتة ليه قسمتها على التلاتة مش على الستة؟ طيب عشان كلهم ينفع يتقسموا على التلاتة، انما التلاتة دي لو قسمتها على الستة يبقى معايا فراكشن. ماشي، لما اقسم دي على التلاتة هيبقى معايا تلاتة، لا 2 معلش، 2 واي ناقص اكس ايكوال 0.
تمام. ثبت لي برضو المعادلة دي. تعالى لي هناك بقى نجيب حاجة تساعدنا. طب ما تجيب لي الواي في حتة لوحدها. ماشي يا عم، نجيب الواي هنا في حتة لوحدها. قول إن الإكس سكوير بتساوي واي. طيب بروز دي برضو، يبقى الواي بتساوي إكس سكوير. تعالى بقى نعوض هناك، نشيل الواي ونحط مكانها إكس سكوير. نكتب المعادلة عادي ونسيب مكان الواي فاضي. 2 نفتح براكت ماينس إكس إيكوال 0. قلنا إن الواي بتساوي إكس سكوير، نحط هنا إكس سكوير. طيب تعالى نبسط. 2 في إكس سكوير 2 إكس سكوير ناقص إكس إيكوال 0. تمام. هعمل إيه دلوقتي؟ هاخد common factor. معلش عشان الفيديو فصل مني، أنا كنت كتبت حاجات كتيرة جدا بس مش مشكلة يعني. دلوقتي أنا لو معايا حاجتين مضروبين في بعض وحاصل ضربهم بيساوي 0، يبقى حاجة منهم بزيرو، يا إما الإكس بتساوي 0 يا إما 2x minus 1 بتساوي 0. طب تعالى نلعب في الشكل ده الأول. 2x minus 1 بيساوي 0. طب ما تقولي إن 2x equal 1. طيب قول لي هات لي الإكس في حتة لوحدها، يبقى هتقسم الواحد على الاتنين، هيبقى معاك إن الإكس بتساوي نص. تمام. معاك دلوقتي إكس هنا وإكس هنا، هتعوض في أي إيكويشن من فوق. تعالى نعوض في دي مثلا. لما تيجي تعوض بالزيرو فهيبقى معاك إيه؟ هيبقى معاك 2y minus 0 مش هيتكتب equal 0. طيب y equal 0 على الاتنين، فالواي بتاعت النقطة دي هتساوي 0. تمام. تعالي تحت هنا كده واكتب لي الواي بتاعت دي بتساوي 0. طيب تعالى البوينت اللي هي نص، سهل الكلام ده كده. البوينت اللي هي نص هتقول لي ايه؟ هتقول لي ان 2y ناقص نص بيساوي 0. طيب تقول لي ان 2y بيساوي نص، ودي النص ده هناك بالبلس. ماشي. هتجيب الاتنين دي هنا بالديفايدد، y على y بتساوي نص على 2، هتبقى الواي معاك بتساوي ربع. تمام. عادي جدا ان البوينت تطلع معاك فيها فراكشن. ماشي. يبقى واي ايكوال ربع. تمام. يبقى دي بوينت ودي بوينت، اكتبهم لك هنا دقيقة. قول لي ان في بوينت 0 وزيرو وفي بوينت نص وربع. تمام. من قانون الدي اللي احنا لسه كنا قايلينه في السؤال اللي فات، دي ايكوال زد اكس اكس، ماشي، مضروب في زد واي واي ناقص زد اكس واي سكوير. طيب احنا كنا جايبين كل حاجة فوق الحمد لله يعني. ال ZXX أهو كان ب6X، هو ده، وال ZYY كان ب6، أنا مجبتش ال ZXY صح؟ عادي نجيبه، يجي من هنا أهو. ال ZXY هيبقى بزيرو. 6 إيه، أنا اتحولت ولا إيه؟ أنا هعمل دي ديريفاتيف بالنسبة ل Y فهتبقى زيرو، ولما أعمل التانية ديريفاتيف بالنسبة ل X هتبقى زيرو برضه. تمام؟ يبقى معايا إن ال ZXY بتساوي زيرو. مهم ماشي، عشان أنا كنت هتساويها دلوقتي تسويحة وحشة. طيب كنا قايلين إيه؟ 6x و6. تمام. طيب تعالى بقى عوض لي في القانون. قول لي إن دي بتساوي 6x مضروبة في 6 ناقص 0 سكوير. سهلة يا عم، دي أسهل من اللي فاتت. قول لي إن دي بتساوي 6 في 6 36 إكس. ماشي. اشتغل على النقطتين اللي هما أنا كتبتهم فوق أهو، الزيرو والزيرو. طب لما أعوض عن الإكس هنا بزيرو، دي هتطلع معاك بزيرو، فدي هتبقى قصاد البوينت، قصاد. ماشي. طيب تعالى هنا كده، لما تعوض هنا عن الإكس بنص اللي هو الإكس اللي هنا دي، لما تعوض عن الإكس بنص تقول لي 36 مضروبة في نص هيساوي معاك 18. 18 ده قيمة بوزيتيف، قيمة بوزيتيف، يعني أنا هنا بقى عارف إن دي ممكن تكون ماكسيمم أو ممكن تكون مينيمم. طيب طالما هي 18 وأنا عرفت إنها بوزيتيف خلاص، بعرف منين هي ماكسيمم ولا مينيمم؟ من إشارة ال ZXX. طيب ZXX من علامة استفهام إيه بقى؟ فين ZXX؟ كنا قايلين فوق هنا إن هو بكام؟ إن هو ب6X.
تمام. تعالى لي تحت هنا وقول لي إن هو بيساوي 6x. طيب هعوض بأنهي نقطة؟ بالنص. ليه؟ عشان النقطة اللي هي بتاعت نص وربع دي هي اللي طلعت لي الدي بتاعها بوزيتيف. تمام. لما طلعت معايا 6x هعوض بالنص فهتطلع معايا 3. 3 دي يعني مينيمم. ماشي. ده السؤال التاني. هنحل السؤال التالت. أول حاجة هعملها هجيب الزد اكس. ماشي. تعالى انت كده هنا نقول زد اكس ايكوال، هعمل دي ديريفاتيف بالنسبة لإكس. 3 في 3 9، والإكس والباور أنقص منه واحد تبقى باور 2 بلس ال 3y باور 3 لما أجي أعملها ديريفاتيف بالنسبة لإكس هتبقى 0 نيجاتيف 9xy لما أجي أعملها ديريفاتيف بالنسبة لإكس هتبقى نيجاتيف 9y. ماشي. ماشي. تعالى نجيب زد واي. زد واي 3x باور 3 لما أجي أعملها ديريفاتيف بالنسبة لواي هتبقى 0 بلس 3y باور 3 لما أجي أعملها ديريفاتيف بالنسبة لواي هتبقى 9x باور 2 ماينس ال 9x باور 9xy لما أجي أعملها ديريفاتيف بالنسبة لواي هتبقى 9x. تمام. تمام. تاني خطوة أساوي دول بزيرو. ماشي. تعالى هنا تقول إيه؟ إيكوال 0 إيكوال 0. طيب لما أساويهم بزيرو تعالى هنا كده. أول حاجة اقسم لي المعادلة دي كلها على 9. على 9 تمام. مقسمها كلها على 9 يتبقى لي x سكوير ماينس y equal 0. نفس الشكل اللي بنوصل له كل مرة سبحان الله. ماشي. فهقول x سكوير equal y وبروز لي دي. طيب تعالى لي المعادلة التانية أقسمها برضو كلها على 9. ماشي. لما أقسمها كلها على 9 هيبقى معايا إيه؟ x سكوير، لأ y سكوير سوري. بص أنا كتبت x سكوير بالغلط، هي المفروض y سكوير وأكيد قلتها ببقي صح. ماشي. y سكوير. ماشي. مسحها برضو من هنا. y سكوير minus x equal 0. طيب تقول لي إن ال y سكوير equal x وبروز لي دي برضه. طيب عوض واحدة في التانية. أنت هنا معاك إن ال y سكوير بتساوي x. ماشي. فتشيل لي من هنا ال x وتحط y سكوير. تفتح براكت كده، تفتح براكت مكان ال x وتسيبه فاضي وتحط عليه السكوير وتدخل y دي بالماينس ماينس y equal 0. طب قيمة ال x تحت كانت بتساوي إيه؟ كانت بتساوي y سكوير. طيب y سكوير قلنا باور الباور ملتبلاي. ماشي. يبقى y باور 4 minus y equal 0. طيب تعالي تحت خد لي ال y common factor. y تحت تقسمهم كلهم على y هيبقى معاك هنا y باور 3 minus 1 equal 0. حاجة فيهم بتساوي 0 طالما هما الاتنين مضروبين في بعض بيساوي 0. طيب يبقى إما ال y equal 0 يا إما y سكوير y cube minus 1 equal 0. طيب لو ال y باور 3 minus 1 equal 0 يبقى ال y بتساوي 1 ال y باور 3 بتساوي 1 وبرضه ال y بتساوي 1. تمام. تمام. ماشي. يبقى انت معاك دلوقتي وايتين y بتساوي 0 و y بتساوي 1. طيب نعوض في أي معادلة من اللي فوق. لو عوضت مثلا في دي ال y بصفر فصفر باور 2 بيساوي ال x فهيبقى بيساوي 0 برضه. يبقى معاك هنا إن ال x بتساوي 0. طيب تعالى لي لل y التانية اللي هي بواحد. لما نعوض عن ال y بواحد يبقى ال x هيطلع معاك برضه بواحد. تمام. نفس النقطتين 0 0 و 1 1 1 1. ماشي. كنا بنعمل ايه بعد كده؟ كنا بنجيب الدي، بنقول الدي equal زد اكس اكس مضروب في زد واي واي ناقص زد اكس واي سكوير. ماشي. ماشي. وبعدين ما جبناش الزد اكس اكس والزد واي واي. تعال نجيب. واحنا فين؟ السؤال فين؟ ايه ده اهو. ماشي. دي الزد اكس. تعال نجيب الزد واي واي. الزد اكس اكس قصدي. لما اعمل دي ديريفاتيف تاني هتبقى 18 اكس بس. تمام.
دي الزد اكس. طيب زد واي هعمل لدي ديريفاتيف تاني بالنسبة لواي، فهيبقى ايه؟ 18 واي. 18 واي ماشي. تعالى هاتلي الزد واي اكس من هنا. تمام، هتعمل دي ديريفاتيف بالنسبة لإكس. طيب لما تعمل دي ديريفاتيف بالنسبة لإكس هتبقى نيجاتيف 9. ماشي خلاص بقى، تعالى لي على دي اللي كنا كاتبينها أهي. ماشي، يبقى معايا إيه؟ معايا إن دي كانت ب18 إكس باين، ودي ب18 واي، ودي بنيجاتيف 9. تمام، تعالى عوض لي في القانون. قول لي هنا الدي بتساوي 18 في 18. ماشي، مش فاكر، 324. تمام، حسبتها على الآلة بصراحة. 324 إكس واي ماينس 9 سكوير ب81 81. ماشي، نعوض بالنقطتين، الزيرو والزيرو والوان والوان. طيب نكتب هنا 4 0 وزيرو. لما تعوض بزيرو مكان الإكس والواي هنا، فالترم ده كله معاك هيبقى بزيرو، هيبقى اتبقالك سالب 81 نيجاتيف 81. نيجاتيف 81. طيب طالما طلع معاك بنيجاتيف 81 يبقى دي قصاد البوينت. ليه؟ عشان احنا قلنا دي لو بتساوي أو أصغر من صفر تبقى قصاد البوينت. طب لو أكبر تبقى ماكسيمم ولا أو مينيمم. تمام. طيب نجرب النقطة اللي هي 1 1 4 1 1. ماشي، لما تعوض هنا بواحد وهنا بواحد هيبقى 324 ناقص 81، هتطلع قيمة موجبة positive value. طيب طالما طلعت positive يبقى النقطة دي هنروح نتشيك عنها ال ZXX. ليه؟ عشان ال ZXX هتقول لنا هي maximum ولا minimum. ماشي ماشي. ال ZXX هنلاقيها ولا لأ؟ كانت ب18 إكس أهي. طيب تعالى لي هنا، قول لي 18 إكس وافتح مكان الإكس أحط براكت، وهتعوض بالنقطة. النقطة كانت معاك واحد واحد، فالإكس بتاعتها بواحد، فتعوض هنا بواحد، فهتطلع معاك ب18. 18 ده رقم موجب، رقم بوزيتيف. ماشي، لما طلع معاك رقم بوزيتيف يبقى دي ايه؟ مينيمم. تمام. يا رب تكونوا استفدتوا. هي حاجة بسيطة جدا، هي تكملة للفيديو اللي فات. اللي فاهم الفيديو اللي فات كويس، الفيديو ده مش هيقف معاه خالص، وممكن ما يشوفوش أصلا، ممكن يشوف الأسئلة بس. ولو عايزين أبعت لكم الأسئلة بس مكتوبة على ورقة بالحل بتاعها، لو مش عايزين تشوفوا الفيديوهات وكده. ماشي. طيب الفيديو ده هينزل برضه في البدري منه عشان ألحق أخلص كله. إن شاء الله أخلص لكم الريفيجن دي كلها بدري.